السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ عايزك تتخيل معايا انك نزلت السوق وخدت معاك ابنك وبنتك، ابنك اللي عنده 10 سنين وبنتك اللي عندها 5 سنين، ونزلتوا تجيبوا حاجات وخضار. فلما نزلت لقيت البطاطس سعرها رخيص، فقلت تجيب 10 كيلو بطاطس، ولقيت الكوسة كبيرة قوي على غير العادة فقلت تجيب 2 كيلو كوسة. وبعدين لقيت الليمون سعره حلو جدا، فجبت ربع كيلو ليمون. المهم وانت راجع وشايل الكياس، جيت على السلم ولادك شبطوا ان هم يشيلوا منك الكياس، عايزين نشيل. عايزك تقولي انت هتوزع الكياس اللي معاك ازاي؟ معاك كيس فيه 10 كيلو بطاطس، ومعاك شنطة فيها 2 كيلو كوسة، ومعاك ربع ليمون. اكيد انت كأب عارف ولادك يقدروا يشيلوا ازاي. فجيت على ابنك وقمت مشيله اللي هو عنده، جيت على بنتك اللي عندها 5 سنين وشيلتها ربع كيلو الليمون، وابنك اديته ال 2 كيلو كوسة، وانت قلت هتشيل ال 10 كيلو بطاطس. حتى لو حد فيهم حب يشيل ال 10 كيلو مش هيعرف يشيلها. ليه؟ انت اضرب ولادك. جاي اقول كده ليه؟ ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى هيعمل زي ما انت ما عملت مع ولادك بالظبط. ربنا بيقول في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني تأكد 100% ربنا عمره ما هيكلفك فوق وسعك. ربنا عارف انت تقدر تشيل قد ايه. اي ابتلاء انت فيه، اي حاجة صعبة عليك، اي حاجة مستصعبها، تأكد 100% ان ربنا رحيم ورؤوف ولطيف وعارف. ده انت عارف ولادك يقدروا يشيلوا ايه. ده انت لما حد فيهم جه يطلب منك ان هو يشيل البطاطس ما رضيتش، وربنا سبحانه وتعالى برضو عمل معانا كده. في حاجات تقيلة قوي علينا ربنا عشان يريحنا قال لنا ما تشيلوهاش انتوا، انا هشيلها. زي ايه؟ زي هم الرزق. هم الرزق ده تقيل قوي، ربنا قال لك ده عليا انا. انت لما جيت تشيل ما شيلتش ولادك البطاطس وقلت لهم لا البطاطس دي عليا، تقيلة عليكم. ربنا عايز يريح دماغك، عايزك تسعى في الارض وتعمل اللي عليك، بس ما تشيلش هم الرزق لانه مش بتاعك. هو وعدك ان هو المسؤول عن ده. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. يعني ربنا هو اللي عليه الرزق. اللي انا جاي اقوله لك، تأكد 100% ان ربنا عدل، وانت نفسك قسمت الكياس على قد قوة ولادك. ربنا اي حاجة في الدنيا مديها لك انت تقدر تتحملها، صدقني. بس فتح عينيك واعرف ان ربنا عمره ما هيحملك فوق طاقتك. النقطة التانية، ما تشيلش هم الرزق لانه مش انت اللي مطلوب ان انت تشيله. ربنا هو اللي قال لك انا هشيله، ده انا هشيله. زي ما انت شلت من ولادك الحاجة التقيلة، فربنا هو اللي تحمل ده. انت تسعى وتجتهد وتعمل اللي عليك، بس قلبك مطمئن ان مفيش اي جنيه هيخش لك الا ربنا كاتبه لك سبحانه وتعالى. فالخلاصة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وتأكد ان اي حاجة انت شايلها تقدر تشيلها بحول الله وقوتي. وما تفكرش كتير في الرزق، اعمل اللي عليك واسعى واجتهد، بس ابقى عارف 100% ان الرزق ده بتاع ربنا. لان ربنا قال: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. شكرا. الحق بقى اروح اطبخ البطاطس والكوسة شكرا. سلام عليكم.